السلام عليكم ومرحبا بكم في ريم بودكاست داركم الثانية. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف على كومونتير زوينين اللي كتخليو ليا نشوفكم كاملين، وبغيتكم اليوم تكونوا متاكدين باللي ما غتخرجوا من هذا الفيديو حتى غادي تكونوا مستافدين بزاف بالنسبه لبزاف ديال الناس اللي باغيين يعرفوا كيفاش يبداو الاصلاحات في الحياه ديالهم من الصفر واخا تكون طايحه بزاف. كملوا معايا الفيديو للاخر وعرفوا باللي غادي يبدل نظرتك للحياه كامله. بارت 1: علاش حياتك ما مزياناش دابا. خليني نقول ليك بصراحه، حياتك ماشي خايبه حيت انت ضعيف، ولكن انت ما منظمش، كتنعس متاخر وكتنعسي متاخره، كتضيعوا الوقت في السكرول، ما عندكش ولا ما عندكمش واحد الهدف واضح، كنتسناو الموتيفاسيون تجينا. هادشي كامل ما مزيانش، ولكن كاين واحد الجهه منه زوينه، وهي انه هادشي كامل قابل يتصلح ونبانو بواحد النسخه اللي جديده وحسن بزاف. بارت 2 وهي علاش خصني نجري او ندير الرياضه. الرياضه وبواحد الشكل خاص كتعلم الصبر بالرياضه، كتعلم الانضباط، كتخرج الغضب والضغط ديالك، وكتبني الثقه بالنفس ديالك اللي ما كتقدرش تشرى بالفلوس، بل كتبنى بواحد العادات صحيه واللي مزيانه. حينت الى قدرتي تتحكم في الجسم ديالك، كون اكيد انك غادي تقدر تتحكم في حياتك ولو بواحد الجزء اللي صغير بزاف. كون اكيد انه نهار على نهار غادي تشوف التطور بزاف ديال الحوايج، غتولي من انك هادف لانك تنظم او لا تكون منضبط على الجيم او على الرياضه، كتولي منضبط على بزاف ديال الحوايج، على قرايتك، على صحتك اللي هي نيت للرياضه، على الاكل ديالك الصحي، وعلى بزاف ديال الحوايج. هادشي علاش كنقول لكم اللي الرياضه مهمه وبزاف. عقلك هو عدوك الاكبر. العقل ديالك غيحاول يرجعك للراحه، غيرجعك للكسل والاعذار الخاويه. غادي نبدا مازال بكري، مازال نزيد شويه ونبدا. هادشي ماشي مهم بزاف اولا ما عندوش تاثير كبير. الا سمعتي هاد الصوت عرف بانه عمرك غادي توصل، اولا بالاحرى الا استجبت لهاد الصوت عرف بانه ما غاديش تقد توصل. خاصك تحاول تغلب عليه بالعادات الجيده والحوايج الزوينين اللي تقدر ديرهم، هو الانضباط على اي حاجه انت كنتي باغي توصل ليها ولو باهداف صغيره. بدل المحيط ديالك والا غادي يدمرك. الصحاب كيضحكوا على الطموح، ناس عايشين في الكسل كيطبعوه عادي، محتوى هابط كل نهار، هضره سلبيه. بغيت نقول لك باللي الا بقيتي مع نفس الناس بالاحرى بنفس العادات غادي تبقى نفس الشخص كيعني انه ما غادي ديش توصل لهداك الهدف ديالك. نحاولوا نقصوا من الخروج الفارغ واللي ما عندوش واحد المنافع. تابع ناس اللي كتطور او هادفه للتطور او غاده كتطور. جلس مع راسك واحد شويه واعرف راسك فين غادي وانت في اي مرحله واصل في الحياه ديالك. دير قانون شخصي لحياتك. بمعنى شنو؟ اي واحد ناجح كيكون عنده قوانين ما كيهرسهمش، او بالاحرى ما كيسمحش لاي ظرف كان يهرسه.
او اللي يتجاوزوا. ما نضيعش الوقت مع اي واحد. ما نضيعش الصباح ديالي بالخصوص، حيت كتكون فيه لا برودكتيفيتي اولا بالاحرى الانتاج ديالنا كيكون عالي، كنكونوا بلان دينيرجي، كنكونوا يعني عندنا الطاقه نديروا اي حاجه. هادشي علاش ننصحكم انه اي حاجه تكون كتبان لكم صعيبه، الا كنتو مثلا كديروا ان ليست ديال لي زوبجيكتيف ديالكم في النهار، حاولوا اصعب حاجه في هذاك النهار ديالكم تبغيو ديروها في الصباح، حيت كتكون سهل من انك ديرها في النص الاخر ديال النهار. الرياضه اولا الجيم مهما كان ما نضيعهاش. ما نرجعش للعادات الخايبين. هادو كانوا القوانين اللي خاصك تحطها مع راسك، ويمكن لك تزيد اي قانون ولكن بشرط انك تحترمه، حيت الا ما احترمتيش هذاك القانون عرف انه ما احترمتيش حتى لوبجيكتيف ديالك، وما احترمتيش حتى راسك ذاته. خاصك تعرف باللي القوانين كتحرر ماشي كتقيد. الخاتمه الاسطوريه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، خاصك تعرف باللي هاد الفيديو ما غاديش يبدل حياتك الا قررتي انت وقررتي انتي انكم تبدلوه. انا كنقدم لكم النصائح وكل شيء كيبقى عليكم نتوما، حيت التطبيق هو اللي مهم اكثر ما انكم تبقاو غير تبعوا في الفيديوهات ديال الناس كيحققوا في الانجازات ديال الناس كيحاولوا يحققوا في الانجازات. خاصكم تكونوا وناس اللي كيهدفوا لهذا الشيء، ديال انكم نتوما تكونوا هما دوك الناس اللي كيحاولوا وكيحققوا داك الشيء اللي كيديروه بين عينيهم اولا اللي كيخطوا ليه في الحياه ديالهم. ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم. خليو ليا شي كومونتير، اي كومونتير جالكم في راسكم حطوه خليوه، غادي نشوفوا. كونوا اكيدين انه غادي نرد عليكم باش نعرف باللي البدايه ديال كل واحد وكل وحده منكم قربات. حاولوا ما تضيعوش عام اخر من حياتكم. انا ريم كنتمنى لكم الخير في الايام الجايه، كنبغيكم بزاف وبسلام عليكم.